بيقول بعد إذن حضرتك أنا لسه منفصل قريب عن زوجتي، إزاي أقدر أتجاوز الفترة دي لأني حاسس إن حياتي واقفة، وإني كمان مش عارف لحد دلوقتي هي ليه صممت على الانفصال. وفي بينا طفل صغير في المرحلة الابتدائية كنت فاتح مكان هي بتديره، سبت لها كل حاجة حتى المكان بكل اللي فيه والشقة بكل اللي فيها، بس مش فاهم ليه عملت كده. كلنا كتير بيجي وقت بنقصر في واجباتنا تجاه الطرف الآخر وتجاه نفسنا، بس أنا مش عارف فعلا أعمل إيه. طيب هو طبعا يعني الانفصال ده من الحاجات اللي هي متصنفة ان هي اكتر الاحداث المسببة للضغط. ف... فطبيعي ان انت تمر بمرحلة توهان، تشتت. طبيعي جدا ان انت تحس ان انت مش عارف تعمل ايه، ده طبيعي. بل طبيعي هتلاقي نفسك بيظهر معاك مشاعر معينة، مشاعر بقى ايا كان نوع المشاعر دي، سواء ندم. والندم هنا يعني ما اقصدش انك تندم على حق يعني عليها شخصيا، ندم على حاجات كتير بقى. ندم على وقت، ندم على مجهود، ندم على احيانا اخطاء ممكن تكون عملتها، مشاعر غضب، مشاعر حزن، مشاعر خوف من اللي جاي. فكل ده طبيعي، كل ده طبيعي جدا. الفكرة ان انا افهم ان ده جزء من طبيعة المرحلة. ليه؟ عشان اقدر ان انا اتعافى بشكل كويس. لما ادخل باذن الله زواج تاني، لما ربنا يعوضك خير ويرزقك بالزوجة الصالحة بعد كده باذن الله، يعني تبقى فرصة ان انت ان شاء الله تنجح العلاقة اللي جاية تكون افضل. لان الناس وقت الازمات اللي زي دي او وقت الاحداث التقيلة دي يعني بياخدوا طريق من اتنين. احيانا الشخص بيقرر ان هو يتقفل على نفسه، ان هو اخد الصدمة بتاع الانفصال دي، خصوصا لو هو يعني ما كانش مرتب ده وهو ما اخدش القرار. واللي فوق ده ان هو مش عارف حتى سبب الانفصال ايه، لعل وعسى ان هو مثلا يقعد يراجع نفسه. ففي ناس بتاخد الصدمة وتتقفل على نفسها وتقول ده مفيش حد يستاهل ان هو يتوثق فيه، اصلا انا مش هدخل علاقة كويسة بعد كده، وغيره من الكلام اللي هو بيكون محبط، اللي هو بيكون بيقف قدام الشخص ان هو فعلا ربنا يعوضه بعلاقة افضل من كده. وفي حد تاني لا، بيقرر ان انا هشوفها بشكل مختلف الحدث ده، ربنا قدر لي ده، هو اكيد خير، اكيد هتعلم منه حاجة. فانا محتاج ان انا اعرف الدرس من الحدث ده ايه، ليه الانفصال ده حصل، هل طريقتي في الاختيار اصلا كانت صح، هل احنا الاتنين كنا متوافقين، هل انا يعني كنت بدي اللي قدامي الاحتياجات فعلا بتاعتها. طيب الانفصال لما حصل مرة واحدة، طب هل احنا ما حاولناش ان احنا نقعد عشان الطفل ده على الاقل ما ذنبوش حاجة؟ ولو في اصلا حتى فرصة ومجال انك تقعد مع طليقتك، انك تفهم هي ليه قررت الانفصال. يعني قول لها حتى انا عايز افهم ليه قررتي الانفصال، حتى لو في حاجة غلط انا كنت عليها اقدر ان انا اصحح الغلط ده، او اعرف انا يعني انا ايه الخطأ من تصرفاتي. واكيد هي مش ملاك، يعني اكيد كان في اخطاء من الجانب بتاعها. فانا تركيزي والمهم هو حاجتين، ان انا بتعافى من ناحية، والتعافي هنا بركز لو انا هاخد الرحلة لوحدي ان انا احترم مشاعري تماما، ان انا احسها مش يعني ان انا اغرق فيها، لا، ولكن ان انا اسمح لنفسي ان هي اني احس الشعور وان هو يخرج مني. لان احنا لما بنحس فعلا مشاعرنا بجد، لما بنعمل ده صح من غير رفض بقى ومن غير مقاومة والخناقات اللي بتحصل جوانا دي، حرفيا المشاعر ما بتاخدش وقت كتير وبيبدأ ان هو يحصل لها ريليز. طيب انا ركزت على التعافي وان انا احس مشاعري، في حاجة تانية مهمة جدا جدا، هو ان انا اركز ايه اللي اتعلمته من التجربة ده، ايه الدرس اللي الانفصال ده او العلاقة دي كلها كان جاي يعلمهولي. هل هو ان انا مثلا في مهارات معينة حابب ان انا اتعلمها، هل طريقتي في الاختيار بعد كده هتختلف، هل انا كنت بعرف اشبع احتياجات اللي قدامي كويس، هل كان عندي القدرة ان انا اعمل ده. وبتكلم على الاحتياجات بكل المفاهيم بتاعتها، احتياجات نفسية، هل كنت بعرف اقول لها اتواصل بشكل جيد معاها، كان في بينا لغة حوار، هل فعلا كنا قادرين ان احنا نعيش
مع بعض مودة والرحمة والمعنى ده؟ هل كان في صداقة في الزواج بتاعنا؟ هل العلاقة بتاعتنا كانت يعني كويسة ومستقرة وليها معنى على مستوى العلاقات؟ أنا مش بتكلم على الشكل الروتيني اللي هو مثلا كل واحد في الشغل وبنرجع يكاد مش بنشوف بعض، وهو اللي هو تواصل كده على الطاير وشكرا ان هي دي علاقة. لا، انا بتكلم ان في تواصل وفي علاقة حقيقية، في علاقة حقيقية وفي تواصل بالمشاعر حقيقي موجود. فلو انا كان ظهر معايا حاجات معينة كنت على خطأ فيها او مقصر فيها، او حتى الطرف الاخر اللي قدامك، لان بالتأكيد يعني مفيش حد فينا بيكون ملاك، والانفصال بيكون الطرفين هما الاتنين مسؤولين عنه. فلو في حتى اخطاء هي وقعت فيها، او لو كان في خطأ في الاختيار بتاعك، فانا محتاجة اتعلم من التجربة دي كلها. ليه محتاجة اتعلم من التجربة دي كلها؟ علشان اولا لما ربنا بإذن الله يرزقني ويعوضني في علاقة تانية، لا انا هاخدها المرة دي في مسار صح. يعني انا المرة دي هقرر ان الزواج الجاي ده ان شاء الله هيكون زواج ناجح، ان العلاقة الجاية دي بإذن الله هتكون ليها معنى وحقيقية، حتى لو ده تطلب مني الشجاعة والقوة ان انا اعترف بالخطأ، لان ده مش سهل على اي حد. ده مش سهل على اي حد، ومش اي حد بيكون عنده القوة والشجاعة دي ان هو يعترف ان هو كان خطأ في حاجات، وان هو يبدأ يشتغل على الحاجات دي وان هو يصلحها. كل اللي انا هقوله لك انك ما تلومش نفسك خالص على انتهاء العلاقة دي. وده مش معناه انك مش هتتحمل مسؤولية اي اخطاء كانت موجودة، لا هتحملها تماما. لو في فرصة للاصلاح اسعى ليها باعتدال، باتزان، يعني مش بإلحاح. حاول تعرف اسباب الانفصال ده لو قدرت. لو ده ما كانش متاح فخلاص ارمي ده على جنب، ولا يعني خلاص اللي حصل حصل. وحاول ان انت تسأل بصدق انا ايه فعلا اللي ممكن احسنه بعد كده لما ادخل في زواج بعد كده. وادي نفسك واحترم الحزن بتاعك والمشاعر بتاعتك وقت، وابدأ خرج نفسك من ده. يعني ما تسيبش نفسك كتير في الحتة دي، مع انك بتحترم مشاعرك وانك بتحسها والكلام ده كله، وانك بتتكلم مع الناس انت بتثق فيها عشان تخرج المشاعر بتاعتك. لا، حاول ان انت تخرج، حاول ان انت تكمل حياتك، حاول تشوف مصالحك فين، تكمل لو في اشغال عندك ان انت تكمل حياتك مرة تانية، بحيث ان انا مش هقف عند المرحلة دي. وربنا يعني يعوضك خير لو في خير ليك وترجعوا لبعض. لو مفيش خير ربنا يرزقك يا رب بالزوجة الصالحة ويعوضك كل خير.